الساعة دلوقتي 10:30 يوم 24 يناير 2011. بكرة يوم 25 يناير اللي بقالنا كتير قوي مستنيينه، اللي كلنا تعبنا فيه بجد. واحلى حاجة حصلت الفترة اللي فاتت ان مش اللي شغالين على اليوم دوت سياسيين، لا ده كل الناس، كل مصري بجد تعب. مصريين كتير قوي من اول سن 14 سنة 14 سنة يا ناس ابتدوا يطبعوا البيان وابتدوا ينزلوا ويوزعوه بعد الصلاة، ووزعوه في كل حتة لحد فوق ال60 وال70 كمان. ناس كتير قوي قابلتها وزعت البيان في كل حتة، في التاكسي وفي المترو وفي الشارع وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشركات والحكومات، كل حتة. مصر كلها مستنية بكرة. اكيد كل واحد فينا قاعد النهارده قاعد متوتر وخايف، ويمكن اللي قلقان، بس كلنا نفسنا اليوم بكره يعدي بجد وينجح وتبقى. انا بس اللي انا عايزه اقوله ان بكره مش هو ده الثوره، ومش هو ده اليوم اللي هنغير فيه كل حاجه، لا، بكره بدايه النهايه. بكره فعلا لو نجحنا وفضلنا صامدين مهما الامن عمل فينا، وفضلنا ايد واحده بكره بجد كلنا جينا في ميعادنا، وفضلنا بنطالب بحقوقنا بيوم سلمي تماما، هتبقى اول خطوه حقيقيه في طريق التغيير. اول خطوه هتوصلنا لحاجات كتير جدا وهنتعلم منها بحاجات كتير. اصلا الفتره اللي فاتت دي بقينا ايد واحده، الحاله دي لوحدها ده نجاح لينا كلنا. كلنا لما نبقى فاهمين ان احنا لازم ننزل ونطالب بحقنا ده نجاح. بكره ان شاء الله الساعه 2 الظهر في ميدان مصطفى محمود في جامعه الدول العربيه، كلنا هنتقابل مع بعض. في ناس هتروح الاول ميدان المطريه وفي دوران شبرا وبعدين يجوا على هناك. كلنا هنتقابل مع بعض ايد واحده، يوم سلمي، اللي هيخرب ما يبقاش مننا، واحنا اللي هنمنعه، احنا اللي هنحمي بعض. هنحمي بعض يا جماعه، ايد واحده. كلنا بكره هنبقى جايين عاملين حسابنا ان احنا نقعد اليوم كله او يومين او 3 ايام. لازم بكره نفضل مركزين قوي على المطالب بتاعتنا، مركزين قوي ان الصمود بتاعنا طول ما احنا قاعدين وواقفين مهما الامن حاول يشتتنا او يبعدنا، احنا قاعدين في المكان ده مش هنمشي الا لما المطالب بتاعتنا تتحقق. تمام يا شباب، كل واحد فينا يخلي باله من نفسه، والنهارده كلنا نصلي، مسلمين ومسيحيين هنصلي النهارده وندعي ربنا. ربنا الوحيد اللي قادر ينصرنا وهو اللي هيحمينا. طبعا بعد كده بعد ربنا كلنا ايدينا في ايد بعض، هنحمي بعض. انتوا عارفين الفترة اللي فاتت دي جات لي كمية تليفونات وجات لي كل الارقام اللي موجودة من كل الناس بره مصر وجوه مصر. حالة جميلة قوي، كلنا خايفين على بعض. انا كل ما حد بيكلمني بيعاملني على اني اخته او بنته او اختها او بنتها او امه او امها. بجد انا حسيت ان انا بنت مصر، بجد حسيت ان انا بنتكم، حسيت ان انتوا خايفين عليا. عمري ما حسيت بالاحساس ده، وده اجمل احساس انا شفته في الدنيا. مستنيه اشوفكم بكره، هكون موجوده في الميدان الساعه 2 بالظبط، محدش يتاخر. كلنا هنرفع، كل واحد فينا جاي بعلم مصر معاه. العلم ده هو الغطا بتاعنا، هو ده اللي احنا نازلين معاه، وهنقول البلد دي بلدنا وحقنا. حقنا يا شباب ان احنا نطالب بحقنا في البلد دي كبني ادمين وكمصريين.